يا خبر! يا خبر! راحت فين؟ أنا مش لاقياها، يا ربي حتّة العسل بتاعتي راحت فين؟ الملكة هتزعل منّي أوي، ومش عارفة ممكن تعمل معايا إيه، والنحل الصغيّر هيفضل جعان، وممكن يموت من كتر الجوع، وهيبقى ذنبه في رقبتي. أنا أعمل إيه؟ أنا ما حافظتش على الأمانة، بس هي وقعت منّي غصبٍ عني، أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا دوّرت في كل حتّة، دوّرت في كل شجرة وفي كل وردة مش لاقياها، راحت فين؟ يا ربي راحت فين؟ حبايبي الحلوين، عارفين إيه اللي حصل؟ عارفين النحلة نحولة كانت واقفة على وردة ومنهارة من العياط كده ليه؟ تعالوا يا حبايبي أحكي لكم الحكاية من أولها. كانت النملة سكرة ماشية في الجنينة بتدور على رزقها زي كل النمل اللي بيدور على رزقه. لقت حاجة بتلمع تحت ورقة الشجر، فرحت بيها وقالت: يا حلاوة، دي سكرة كبيرة، ده هتقضيني أنا وإخواتي ناكل منها أسبوع بحاله. هي هي أنا هاخدها وأشيلها على ضهري وأروح بيها للبيت عند إخواتي. وراحت شايلاها وحطاها فوق ضهرها وماشية بيها وهي فرحانة. وهي ماشية سمعت صوت عياط، بصت لفوق لقت نحولة واقفة على الوردة وبتلف حوالين نفسها. نادت عليها وقالت لها: يا نحولة، يا نحولة، اهدي يا نحولة، مالك بتعيطي كده ليه؟ مالك يا نحولة؟ ايه اللي ضاع منك يا نحولة؟ قولي واحنا ندور عليه مع بعض، بس ما تعيطيش بالطريقة دي. مالك يا نحولة؟ يا سكرة، وقعت مني يا سكرة نقطة الشهد الملكية، دي أمانة في رقبتي ومهمة جدا. أعمل إيه بس يا سكرة؟ والنحل الصغير ممكن يجوع ويموت من كتر الجوع، ومش عارفة الملكة هتعمل فيا إيه. هنا سكرة وقفت وفكرت يا ولاد، وبصت للحاجة اللي شايلاها فوق ضهرها وفهمت إنها مش سكرة، دي نقطة الشهد بتاعت صاحبتها. ورغم إنها كانت تعبانة في شيلها وكانت عاملة حسابها إنها هتقضيها هي وإخواتها لمدة أسبوع، إلا إن الأمانة عندها كانت أهم من أي حاجة. نادت على نحولة وقالت لها: ما تعيطيش يا نحولة، ما تعيطيش، خلاص أنا لقيت الأمانة، انزلي يلا واهدي وخديها. وأنا كنت فاكراها سكرة وكنت هاخدها لي أنا وإخواتي، لكن هي بتاعتك، خلاص اتفضلي الأمانة أهي. نحولة يا ولاد طارت من الفرحة: يا حبيبتي، يا حبيبتي يا سكرة، لقيتي العسل بتاعي، لقيت حتة العسل بتاعي، اتشكرة قوي. وراحت بايسة سكرة وشكرتها، وراحت جابت لها أحلى حتة بسبوسة هدية على أمانتها. حبايبي الحلوين، نتعلم إيه من الحدوتة دي؟ نتعلم إن مفيش حاجة في الدنيا أهم من الأمانة، لازم نكون عندنا أمانة. لما حد يسيب عندنا حاجة لازم نحافظ عليها لغاية ما ياخدها. لما نلاقي حاجة مش بتاعتنا ما ناخدهاش، ونشوف بتاعت مين وندي الحاجة لصاحبها، حتى لو إحنا الحاجة دي لازمانا قوي وعايزينها قوي ومن غيرها ممكن نتعب قوي. لازم الأمانة تروح لأصحابها. حبايبي الحلوين، أقابلكم إن شاء الله في حكاية جديدة من حكايات ماما تونا.